بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة عن موضوع مباراة الذهاب النهائي اللي اتحسمت سلبيا 0-0. واللي في ناس كتير شايفاها نتيجة كويسة، وأنا شايفها نتيجة كويسة لحد ما، ولكن حط تحت لكن دي 200 خط. عندك النتيجة دي ممكن تبقى زي النتيجة برضو لما الأهلي كان محقق تعادل هناك سلبي في تونس في 2007 قدام النجم الساحلي، وخسر 3 هنا في مصر 3-1. والمباراة دي ممكن تبقى مريحة أكتر للاعيبة الترجي إنها تخطف جون وتنام عليه طول المباراة، وممكن مثلا إن هي تلعب على مثلا تعادل إيجابي 1-1، إنها برضو تخلص المباراة 1-1، اللي هي أنت لو جبت فيها جون مثلا وما تعادلوا معاك يقفلوا مساحات الملعب، ويبقى لعبة تقفيلي غتت ويضيعوا وقت بقى، وأنت عارف جو شمال أفريقيا ده. فأنت لازم هنا في مصر تخطف جون وبعدين التاني تريح الدنيا بدري، تريح نفسك بدري. كمان النهاردة الترجي ما كانش بيهاجمك اللي هي الكور اللي هي الواو، والواحد كان نفسه الأهلي اللي هو يبقى بيهاجم أكتر من كده، اللي هو الأهلي يروح بكورة أكتر من كده. الأهلي يلعب بإيجابية أكتر من كده، جت كذا كورة بس كان في يعني فيها يعتبر سذاجة، كان فيها كذا اللي هي أنانية، كان جت فيه كذا واحدة كده لحسين، يعني اللي هو كل حاجة عايز يسدد وخلاص. كان المفروض يلعب بإيجابية أكتر من كده، يبص اللي جنبه ويمرر اللي جنبه. إمام برضو كان بيلعب كويس جدا، عمل كذا كورة، عمل كذا اختراقات، سدد كام كورة كويسة. وقفشة لما نزل برضو ظبط الملعب، مسكنا كورة، بقينا نروح في هجمات، بقى ليك اللي هو شكل أكتر من الأول، أخطر كمان. الأهلي بدأ بالتشكيل المعتاد، شوبير وربيعة وهاني ومنعم ومعلول، قدام مروان وأكرم وإمام، وقدام تاو والشحات ووسام. الأهلي يعتبر لعيبة الترجي بدأت اللي هي الضغط، عايزة تحاول تاخد جون بدري، بس ما كانش الضغط اللي هو الجامد، هو بيحاولوا، بس الأهلي كان بيقدر اللي هو ياخد الكرة بدري. الأهلي كان بيقدر ياخد الكرة، ينقل، يحاول يعمل هجمات، وكان في كذا تدخل عنيف، بس طبعا مصطفى غربال كان في الغربال خالص، يعني كان متغربل يا اسطى. يعني كرة إمام اللي في الأول دي أصلا المفروض لاعب الترجي ياخد إنذار، اللي هي داخل في قصبة الرجل متعمدة، وكذا لعيب يعمل فاول عادي، وكذا كوع عادي، ورايح تدي كريم فؤاد في كورة أصلا هي فاول لينا إحنا، حسبتها فاول علينا واديت له إنذار. يعني صباح الفل، يعني التحكيم كان نايم مننا يعني النهاردة. والواحد برضو كان خايف إن في لعيب النهاردة يطرد أو ياخد إنذارات، لعيبة تانية تاخد إنذارات، فدي كانت حاجة كويسة من ورا خلصت كده، بس يعني برضو هي مش كويسة أوي. كان نفسي نخطف جون هناك، كنت هتبقى مرتاح أكتر، كنت هتبقى تلعب بأريحية أكتر. الأهلي برضو الشوط التاني اللي هو كان يعتبر ليه شكل حلو، كان ماسك كورة، كان متحكم في رتم المباراة، بس برضو إنه مش تعمل الخطورة اللي هي، ولا برضو الترجي بيعمل خطورة كويسة الأوي يعني. برضو النهاردة برغم التعادل هتلاقي فيه أرقام كويسة الأهلي عملها، إنك 21 مباراة بدون هزيمة في دوري أبطال أفريقيا متتالي، ودي حاجة إنجاز. أنت يعتبر عديت الترجي اللي كان محقق 20 مباراة متتالية بدون هزيمة، ودي حاجة كويسة. وعندك برضو شوبير كان محقق بقى دلوقتي محقق 8 كلين شيت، حاجة كويسة جدا، وأنت يعتبر أقوى خط دفاع في البطولة. وبرضو حابين نشكر جمهور الترجي اللي عمل تيفو وعمل بانرات وعمل حاجات كويسة جدا لفلسطين وغزة، ودي حاجة كويسة جدا منهم. وبجد نفسنا يبقى مسموح لنا إن احنا نعمل الحاجات دي تاني. كل الدعم للنادي الأهلي، مباراة الحسم في القاهرة مش هتبقى سهلة، بس انت لازم تجيب جون والتاني، تريح نفسك بدري، تأمن نفسك أكتر، تلعب السهل، تاني تلعب السهل، تستغل الكورة اللي تجيلك. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي. السلام عليكم.